هي كلاحة كلاحة. يسيبك اول جون تجيبه عادي، جيب جون افرح وانبسط واعمل اللي انت عايزه وتعالى يقوم واخدك على حجره زيو 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 منطقك ويقوم ماسكك مهلهلك ومنجدك ويرقصك رجل. حاولت افهم صدقني، حاولت افهم يعني، بس ما فهمتش يعني. ولكن عايز اقول لك ان جماهير النادي الاهلي مع مصر الجولة كانت وصلت لمرحله من المراحل نسيوا يعني ايه هجمه، مش يعني ايه جول، لا نسيوا يعني ايه كلمه هجمه. دلوقتي وصلوا لمرحله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني الماتش اللي فات 5 انا بقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما حدش يقول انا بقول ما شاء الله. اعمل ايه تاني؟ طيب اعمل ايه تاني يعني؟ اعمل ايه تاني؟ ايوه رخم بس برشلونه جامد. 5 والماتش ده 4 قدام المصري. جماهير الاهلي وصلت لمرحله بقت تقول عايزين نجيب جول، يا رب جول نتغدى بيه. الاهلي يجيب جول. يا لهوي، صلاح محسن سجل الهدف الاول في الدقيقه الخامسه. طبعا انت كزمالك مبسوط على ايه؟ مبسوط عليه. ده لو الاهلي كان هيسجل جول او 2 او بسبب الهدف ده هيبقى في طوفان اهلاوي دلوقتي هياخدوا ارضيه الملعب، هيخلي الاهلي يحط 4 أو 5. كان فيها ايه يعني لما تاخد 1 2 زيك زي غيرك والموضوع ينتهي؟ بتستفزه يعني، انت بتستفزه ليه؟ بتستفزه ليه؟ صلاح يا محسن ما كان بيلعب 1-1 وتاتا تاتا خط العتبة تاتا تاتا 1-1. لازم تقوم مستفز تجيب الهدف الاول. جبته ويا ريتك ما جبته، يا ريتك ما جبته، ما شفناكش بعدها. دب امام عاشور يحرز الهدف الاول عن طريق وسام ابو علي. دب وسام ابو علي يحرز الهدف الثاني ولكن اوفسايد. دب وسام ابو علي يحرز الهدف الثالث. دب الرابع ولا طاهر جاب الثالث وبعد كده وسام. في ايه يا جدعان؟ ما هو مش وش طيب.